أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا حلقة للطوب الأحمر الذي يستعمل في البناء، في بنايات العمارات والبيوت والدكاكين والبقالات وجميع الأشياء، يعني جميع المباني التي تبنى عندنا في السند تبنى بهذا الطوب الأحمر، وهو نوعين وله ميزات خاصة الحقيقة. من ميزات الطوب الذي يصنع هنا في إقليم السند أنه يمتص أشعة الشمس والحرارة يعني في الصيف، فيخلي البيت بارد كذا، يعني تحس بالبرودة داخل البيت، ما تحس بالحرارة. وفي الشتاء يعني يبث الحرارة، فيصير البيت كذا حار، تحس بالحرارة في داخل البيت وبالدفء. فميزات الطوب هذا ما شاء الله تبارك الله. نشوف دحين نروح إن شاء الله للمصنع. كان عندنا صديق زميل في المدرسة، بعد ما تقاعد فتح له مصنع طوب. كلمته، إن شاء الله رايح له دحين ونشوف مع بعض كيف يصنع الطوب في إقليم السند. طيب إخوة الكرام، سألنا الأستاذ غلام ياسين عن طريقة صنع الطوب هنا في السند، كيف يصنع الطوب الأحمر هذا. فقال أول شيء يجيبون التراب هذا من الخارج من الأراضي، لأنه غير موجود عندهم التراب هنا. فيجيبون التراب أول شيء على التركتر. دحين تعرفون التركتر طبعا. يحطون التراب هنا في مكان واحد، وبعدين يحطون فيه الموية، يبللونه زي كده. شايفين كيف؟ هذا لبكرة، وهذا صنعوه اليوم. ومنها الحين من هذا التراب الطين بيصنع الأخ هذا في القالب، بيحط الطوب، وبعدين يجي هنا ويرص بهذه الطريقة. شايفين القالب مكتوب عليه رقم 1. هذا كله بيصنعوه من التراب زي ما انتم شايفين، من الطين بيسوونه من التراب، وبعدين يجيبون القالب ويحطون هنا بهذه الطريقة، يرصون فوق. لأن هذه لسه يعني مبللة إلى الآن، يعني غير ناشفة، لسه ما تماسكت. الطوب الثاني اللي يجيبونه يصلحون يحطون جنبه هنا، ما يحطون فوقه طبعا. بعدين لما ينشف يودونه هناك بهذه الطريقة. شايفين يحطون فوق بعض، يحطون فوق بعض. هذا لسه غير ناشف، هذا ناشف، يحطونه فوق بعض بهذه الطريقة. شايفين العمال بيشتغلوا. طيب هذا كمان التراب بيبللونه لبكرة. هنا كمان بيصنعون في القالب. هذا واحد، هذا الثاني، وهذا الثالث، وهناك كان الرابع والخامس، يعني 5 أشخاص جالسين يصلحونه، يحطونه في القالب. أنا رايح وراه عشان أوريكم كيف يحملونه على الحمير. الله يكرمكم. باريس ما توجي لا يا مايتي. شايفين كيف؟ मेहरबानी वाह मेहरबानी मिलता तो हुआ कौन गरीब अरे डिसाइड तो मन के जो भलो करे जमाने में थे कौन उस्ताद यासीन। अच्छा बिस्मिल्लाह उस्ताद ये तो यार सही है। कौन हुआ तो क्या कर सही कर दो ऐसा के तो वो पक्का है तो मिल जाओ है कोई बाबा देखो ये काले को कौन है सही बताओ है आई इमरान खान का पैसा कैसे लिया कैसे तो कुकड़ा भी दिया कैसे बकरी कैसे नेहू कैसे मोर साहब भर्ती में दे करे ना आए गणा
من 40 إلى 50 طوب يشيلونه في مرة واحدة يعني. هذاك بيودي هناك بوريكم هناك إن شاء الله كمان. كم تيتو राइस मिल तो खणी दाऊं छाजी उतड़ ना सरीना न के अरे वो चावरन जी राइस चावरन जो छिलको हाँ सारन वारो قشور الأرز. هذه قشرة الأرز الحين أوريكم. هذه هي هذه الطريقة واضح. قشور الأرز هذه يحطونها هنا في الوسط. في البداية يحطون قشرة الأرز هذا في تحت الطوب هذا يعني 4 فुट 5 فुट मतवरी सरा रखो बाकी हे जो को 6.5 फुट يعني 4.5 फुट करे 4 أقدام ونص يحطون أول شيء قشرة الأرز هذه. بعدين يحطون فوقها 6 أقدام يحطون فوقها الطوب الناشف. هنا جالسين يحطون هنا شايفين كيف جاب الحمير الله يكرمكم. بعدين بيرصوه هنا. عشرة طوب في الصف الواحد. شايفين كيف بيرصون. أجيكم من الجهة الثانية. وهذا يحط القشرة. هذا كمان من الجهة الثانية. ثواني بيجونا मेहरबानी कहीं जो जमादार जो भलो भरियो था जमादार है नहीं सही नालो चाहे जमादार साहब शबीर साहब ठीक है मेहरबानी। طيب هذه كانت المرحلة الثانية. أنا شاكي وتانجو بريوم حاضر هذا توجو بريو था हाँ तो जाम बारा इमरान खान जी हुकूमत जाम قال لي صورني أنا كمان جالس أشتغل طول النهار. قلت له أبشر. मुंशी चे तो मांजो भर मांजो हुकुम बाबा तो जो भरियो माजा छाजो एंट्री हां बुधाया पोता के जातो समझो गरम होंदी ना गरम हां पर बहन खड़ी हुई है बढ़िया ऐसरे तो पची हुई है 50 रास्ती हुई है ने पा हेठों क्रॉस ऊपर साड़ी हुई है। अच्छा उन्होंने जो टूटर थे ना हां هذا هو التركتر شباب اللي أخذنا قبل شوية. هذا هو التركتر. أنا دحين واقف فوق الطوب هذا اللي اتحرق يعني تحت. هنا فوقه كمان يحطون أول شيء قشرة الأرز اللي وريتكم هناك. هذه الحطب هذا يحطونه هنا جوا في الوسط هنا عشان يحرق ويشب الحريقة زي ما هذه شايفينها. الحين عندنا قدم واحد تقريبا هنا نحن واقفين فوق الطوب هذا اللي استوى يعني خلاص. يشيلونه من هنا الطوب اللي استوى يشيلونه من هنا ويبيعون هنا. هذا التراب شايفين جاي على التركتر. الطوب الغير المستوي لسه اللي بيبدأ
اللي نشف من هناك يرصونه من هذه الجهة. نحن دحين فوق الطوب اللي بنوه بالضبط يعني. في نار هنا شيء بيخرج من هنا الدخان زي ما انتم شايفين. من هنا كمان الطوب هذا مستوي خلاص من هذه الجهة، يبيعونه من هذه الجهة، ومن الجهة الثانية المقابلة اللي وريتكم إياها بيرصون الطوب الجديد. الطوب اللي وريتكم هناك أو موجود هنا كمان برضو نسميه 9 إنش، يعني 9 إنش، لأنه بالطول هنا 9 إنش بالطول، هذه نسميها 9 إنش. في نوع آخر من الطوب أيضا نسميه روف. هذا الطوب يستعمل في، شايفين هذه الحفر هذه يحطون فيها الخشب عشان تشب نار جوا عشان يستوي الطوب هذا اللي موجود داخل. جابنا الأستاذ غلام ياسين يقول بوريكم الطوب اللي من النوع الثاني. سويت يقول قناة 3000 سواها هنا في الوسط كمان حطها ما شاء الله تبارك الله. يا سلام، هذا اللي يحطونه في السقف. هيكري سر اليو هيكري. هذا هو اللي يحطونه في السقف. هذا النوع يعني نوعين، هي نوع 9 إنش والثاني النوع هذا روف. طوله تقريبا قدم، والعرض 6 إنش، 6 إنش 6 إنش. شايفين كيف؟ الطوب هذا اللي 9 إنش اليوم سعره 6000، من 6500 إلى 6000 روبية ل1000 حبة، يعني الحبة الواحدة ب6 روبيات أو 6 روبيات ونص. هذا الطوب أبو 9 إنش اللي يستعمل في البناء. والثاني هذا يبيعون الطوب هذا ب12 روبية. بارهن ربين هيك دانو أنا 12 روبية أو 11 روبية. 1000 ب11000 أو 12000. كنا قبل شوية في المصنع اللي يصنعون فيه الطوب الأحمر هنا في السند. معليش إذا كان جودة الصوت. أنا الآن جالس مع صديقنا وزميلنا السابق، كان مدرس معنا، الأستاذ غلام ياسين الميراني. كان معنا في المدرسة ما شاء الله طوال السنوات الماضية، لكنه تقاعد في الفترة الأخيرة، وبعد ما تقاعد فكر يعني إيش يسوي، ففتح له مصنع الطوب هذا ما شاء الله تبارك الله. أنا جالس معاه الآن في مطعم كذا، قال لي نشرب شاي كمان ونسولف، ناخذ منه شوية فكرة عن هذا المشروع وكيف بناه وكيف طريقته وكيف كان معاه الشغل هذا. السلام عليكم साईं गुलाम यासीन साहब। साईं इहो ॿुधायो त ही कमु जेको आहे प्रोजेक्ट जेको तव्हां शुरू कयो रिटायरमेंट खां पोइ, हिन जो ख़्यालु कीअं आयो तव्हांखे? वो तो ये है तो मां पाण खे सम्झां पियो त सफ़ा फारिग आहियां। हा साईं, सोचम त सिर्फ़ु घणो फारिग हुजण में बहितर न आहे। सही आहे। चवनि त कंहिं न कंहिं अहिड़ो धंधो कयां जंहिंमें कुझु मसरूफ़ियत बि हुजे ऐं कुझु फरागत बि हुजे। इन पठे जो ख़्यालु त इन में मूंखे जेको आहे वधीक बहितर लॻो। त इन में मां ॾींहं में सिर्फ़ु हिकिड़ो कलाकु जॾहिं ॾींदो आहियां, उहो कलाकु क़रीब मुंहिंजो सॼो ॾींहं जो कमु कवर थी वेंदो आहे। इहो मूंखे बहितर लॻो हुनजे करे। साईं हिन प्रोजेक्ट में जेको माण्हू दाख़िल थियणु चाहे थो, तक़रीबन उनखे कहिड़ी शयुनि जी ज़रूरत पवे थी या केतिरी इन्वेस्टमेंट करणु घुरिजे? तक़रीबन 20 लखनि जे अंदरि
प्रोजेक्ट में जेको आहे इन्वेस्ट में मसइलो हल थी वेंदो हल आहे। थी वञे थो। हा इंशाल्लाह उन में जेको आहे त साल जो 5-7 लाख रुपया मुनाफ़ो अची वञे थो। सही बसि शुक्र आहे इन में असां जेको आहे राज़ी आहियूं। ठीकु अलावा साईं ॿियो हिन कम में कहिड़ो जेको आहे फ़ाइदो आहे उनजो या मुस्बत पहलू आहे हिन जो? साईं हिन जो ॿियो मुस्बत पहलू इहो आहे त तक़रीबन 50 खां 60 घरनि जा चुल्हा माण्हुनि जा जेको त आबाद थियनि था ॿरनि था असांजे इन सां ख़र्चे सां बिल्कुलु उहे बिल्कुलु असां वटि कमु करनि था। असांखे बि फ़ाइदो थी वञे थो 50-60 माण्हुनि जो जेको आहे त रोज़गार जो ज़रियो बि थी वञे थो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त उहो ॿिन्ही खे फ़ाइदो आहे। सही साईं उस्ताद ग़ुलाम यासीन साहिबु तव्हां पंहिंजो एतिरो क़ीमती वक़्तु ॾिनो तव्हांजो मां शुक्रगुज़ार आहियां। अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे आबाद रखे। महिरबानी तव्हांजी। आख़िर में हीउ जेको यूट्यूब चैनल आहे ताहिर सिंधी जे नाले सां इन हवाले सां थोरो व्यूअर्स खे पैगाम ॾियो त उहो चैनल खे सब्सक्राइब कनि जीअं इन हवाले सां। साईं नओं इहो शुरूआत कई अथई हिनखे जेको आहे तव्हां जेतिरी हिमत अफ़ज़ाई कंदव त हे अॻिते वधण में जेको आहे त तव्हां इंशाल्लाह अॻिते वधीक ॿिया सुठा वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी साईं रशीद अहमद साहब तव्हांजो टाइम ॾियण जी वॾी महिरबानी। फदल शाह शबाब दूध पत्ती असली दूध पत्ती